بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو اليوم الحد 11/2/2024. إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن الأسعار اليومية على القناة، أسعار المحاصيل الزراعية، الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار الذرة والقطن وأسعار الفول البلدي اليوم في السوق تنفيذ لدى التجار ولدى المضارب اليوم. هنبدأ إن شاء الله بأسعار وسوق الرز. بس قبل ما نبدأ في سوق الرز اليوم، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشرفني باشتراكه. من تحت الفيديو بيلاقي كلمة اشتراك بالعربي، بيضغط عليها ويفعل الجرس كده يوصله إشعار يومي بالأسعار على الموبايل بتاعه. سوق الرز النهاردة، سوق الرز كسوق عرض وطلب. السوق فيه عرض وفيه طلب، والسوق يعتبر شغال. ده لو هنتكلم على سوق عرض وطلب موجود في السوق، يبقى السوق متحسن والناس عايزة تشتغل، يعني كله عايز يشتغل وفي شغل في السوق. انما في طبعا توقف دلوقتي عن الاستلام، وتوقف ده بسبب الناس بتقول ان التموين بيهاجم العربيات وبيهاجم المخازن وبيهاجم المضارب وبيهاجم المحلات الابيض، فده عمل توقف وحالة من الخوف والقلق في السوق، وده طبعا بيعمل أزمة من غير أي لازمة أو من غير أي مشكلة، لأن سعر القطن سعر الرز يعتبر مزادش عن السنة اللي فاتت، والأسعار يعتبر الأسعار مناسبة للجميع، سواء مستهلك أو فلاح أو مضارب. وطبعا الأسعار دي وغير كده وكده إن السلع متوفرة. يعني سلعة الرز مثلا لو كان حد مخزن أو حد عنده شوية رز، فده طبيعي لازم ان الرز يتخزن. وزي ما قلنا قبل كده، الرز الشعير لو متخزنش امال هيروح فين؟ بس ما يبقاش التخزين يعني بطريقة الاحتكار، يعني عشان الناس تبقى برضه واخدة بالها. انما انا كفلاح عندي 5 طن ولا 4 طن ببيع كل شهر طن او نص طن، ده مفيش مشكلة. الكلام بقى على المخازن الكبيرة دي طبعا مش موضوعنا دلوقتي ولا لنا دعوة بالكلام ده. انا بتكلم عن ان السلع متوفرة في السوق، ومتوفرة وموجودة في اي وقت. يعني حضرتك سواء في المدينة او في اي مكان، لو عايز تشتري رز بتلاقيه، وسعره يعتبر بيتراوح بين ال28 وال32، طالع نازل على حسب العرض والطلب. يعني لا في مشكلة ولا في اي حاجة. بالطريقة دي ممكن يحصل مشكلة بقى في السوق، مع ان يعني شهادة ان ما شفناش عربيات اتصدرت او اتمسكت. كل الكلام اللي بيتقال كلام واشاعات، بس فعلا بتوع الابيض شالوا ايديهم من الطلب على الرز الابيض. يعني قل قوي الطلب على الرز الابيض بسبب المخاوف اللي قلت لكم عليهم دي، اللي موجوده عند الناس، ان الناس تتمسك عندها بضاعه او كده. فالموضوع في الرز الابيض قل شويه، قل الطلب علشان الكلام اللي موجود ده. تاني حاجه، الناس اللي بتلوم المضارب ان هي واقفه، مفيش مضرب عايز يقف. يعني عشان الناس تبقى فاهمه برضه، مفيش مضرب عايز يقف. مضرب شغال بيجي عليه ضرايب، وشغال بكهرباء، وشغال بعماله، وشغال وعايز يشتغل ومش عايز يقف، عايز يشتغل ويكسب عشان يجيب مصاريفه وتكاليفه ويجيب هامش ربح ليه. ومفيش حد بيبقى عايز يقف. ده يعني نقطة عشان الناس تبقى فاهمها كويس. ده بس ملخص يعني اللي قدرنا نوصل له في السوق، او اللي قدرنا نفهمه من السوق النهارده. انما الاسعار كانت او ماشيه على حسب يعني الناس، بعض الناس اللي شغاله. الرز الابيض اليوم ابيض عريض على جوده، زيته بخار وسوليتكس ب 30,300 للطن من ارض المضرب. والابيض الرفيع على جوده، زيته بخار وسوليتكس ب 29,200 للطن من ارض المضرب. اما بالنسبه لاسعار الشعير العريض وصل للمضرب 19,400، والشعير الرفيع وصل للمضرب 18,800 للطن.
اسعار التنفيذ من على ارضه في الشعير العريض، اسعار التنفيذ من على ارضه في الشعير العريض 19100 ل 19200. واسعار التنفيذ والتحميل من على ارضه في الشعير الرفيع من 18500 ل 18600 على حسب المنطقة. والاسعار ممكن تزيد 200 او تقل 200 على حسب طريقة السداد وعلى حسب النولود. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون ب2500، الجونة ب14300 للطن، والكسر الناعم ب17300 للطن من أرض المضرب. وبكده يكون عرضنا مع بعض أسعار الرز وكل ما يدور في سوق الرز اليوم. اللي بيدور في السوق ملخص الكلام كله خوف وقلق، الناس كلها خايفة وقلقان. وطبعا الخوف والقلق ده طبعا يعني ما كانش له داعي. بالنسبة لأسعار القطن، أسعار القطن خارج المزاد، قطن جزء 94 من 12600 ل 13000 للإنطار، وزن الإنطار 157 كيلو ونص. وإن شاء الله كل الناس بالمنظومة بتأكد إن المزاد إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي، والفرز إن شاء الله يبدأ من بكرة. وإن شاء الله في مزاد على الأقل لسه غير المزاد ده، يعني لسه في مزاد على بعد المزاد ده. وأعتقد ودي وجهة نظري عشان الناس برضه ما تاخدش الكلام مؤكد، ده وجهة نظر، مجرد وجهة نظر في سوق القطن، إن القطن مش هيبقى آخره شهر 2. يعني ممكن يحصل بعد كده نظام غير نظام المزادات، ممكن يبقى نظام مخازن. ونظام المخازن ده طبعا الناس اللي شغالة في القطن من زمان هي اللي عارفة النظام ده. نظام المخازن ان في حد بيعمل مخزن كبير، وبيجي برضه فراز من المنظومة بيفرز، وبعد كده بيتورد للمحل. وده وجهة نظري، الله اعلم هتحصل ولا لا، عشان برضه عشان الناس تبقى عارفة الكلام انا بتكلم على ايه. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد، طبعا مفيش تحديث في البورصة على أسعار الذرة المستورد، بس أنا أقول لحضراتكم أسعار الذرة البلدي اللي عرفتها من التجار اليوم. بالنسبة للذرة البلدي الأصفر من 16.5 ل17، والأبيض من 15.5 ل16 على حسب المنطقة بقى اللي انت فيها. ده كان كل حاجة معانا في الفيديو اليوم. بالنسبة لأسعار الفول البلدي فيها ثبات من 6300 ل 6500 للأرداب، ووزن الأرداب ب155 كيلو. ده كان كل حاجة معانا في الفيديو اليوم. أتمنى أكون موفقت في عرض حالة السوق ووفقت في عرض الأسعار. ويا ريت اللي عنده أسعار غير اللي احنا قلناها يكتبها لنا في التعليقات ونعرف كلنا الدنيا ماشية ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.